يا صباح يا صباح يا احلى صباح في الدنيا، صباح الهنا والفل والسرور على احلى ناس، احلى متابعين في الدنيا. بصوا بقى يا ولاد، هقول لكم على تتبيله صدور فراخ تجنن، تحفه تحفه. لو دقتوها مش هتعملوا الا هي من هنا ورايح. بصي بقى، هاتي بوله وحطي فيها معلقتين كبار مستردة، معلقة مليانة توم باودر، معلقة مليانة بصل باودر، معلقة مليانة قوي بهارات البروست. بهارات البروست دي جميلة جدا، بهارات جديدة عند العطار، بتخلي الفراخ في منتهى الجمال. هايلة، هتدعيلي. وطبعا الأساسي الملح والفلفل، بس عايزاكي ان انت تقللي الملح علشان المستردة والبهارات البروست تبقى حادقة، والمستردة برضو بتزود الحدوقية شوية. وقلبي كويس كده مع ربع كوباية لبن، قلب 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 كده. ونسيت اقولك ان في بضاية، بس المقطع المقطع بتاع البيضة اتحذف، ما كنتش عارفة اني ما دوستش اوكي وانا بصور. وبعد كده معلقتين صغيرين مليانين دقيق، وقلبي كويس قوي. هتبصي تلاقي المكونات الخليط ده عامل زي الطحينة. عايزة اقولك المستردة دي سعرها معقول قوي. انا مش بجيب ازايز على فكرة من السوبر ماركت، لا انا بجيب من السرجة. بيبقى نوع كويس جدا في جراكن حلوة كده كبيرة. بجيب ربع كيلو مثلا واحطه في التلاجة، يخلص اجيب ربع تاني. وبهارات البروست دي برضو بجيبها من العطار سايبة، اجيب التمن او الربع اشيله يخلص اجيب غيره، وهكذا. بس والفراخ بتاعتي طبعا زي ما انتي عارفة، بتغسليها بشوية دقيق وليمونية كده، بتبقى زي الفل، وتحطيها في المصفى تتصفى تماما. وانزلي بقى على الخليط بتاعك ده، تبليها. يبقى التتبيلة دي عبارة عن ايه؟ معلقتين كبار مستردة، معلقة بصل باودر، معلقة توم باودر، معلقة مليانة قوي من بهارات البروست، وبضاية، وربع كوباية لبن، وتقلبيهم كويس. وانزلي عليهم بمعلقتين صغيرين مليانين دقيق، وقلبي قوي 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 كده. وانزلي بقى بالفراخ بتاعتك، تسيبيها بقى ساعة، تسيبيها ساعتين، الوقت المتاح، المهم هتبقى زي الفل. وكنت مقشرة وخرطت البطاطس بقى اللي هحمره وحطيته يتحمر. وقلت ايه، احضر البقسماط اللي هبدر بيه صدور الفراخ. بصي بقى، انا بحط دقيق على بقسماط، بس طبعا البقسماط بيبقى اكتر من الدقيق. وانتي عارفة كويس ان البقسماط اللي بستعمله من الفرن، برضو مش بجيب البواكي اللي من السوبر ماركت، علشان بتبقى منها غالية، فالسحب مش كتير، بتقعد عنده وبتتركن وبتعطن وبتزنخ وبيبقى ريحتها مش لطيفة. انا جربتها كذا مرة وما عجبتنيش خالص. ولا تشتري بقسماط من العطار، اوعي تشتري بقسماط من العطار، هيبقى بيقرقش، هيبقى فيه حصى وبيقرقش. البقسماط بتاعك تجيبيه من فرن كويس كده، وبيبقى زي الفل، وريحته حلوة وزي الفل. والخلطة برضو بتحطي عليها معلقة من البروست، بتبقى جميلة جدا، روعة، بتبقى روعة فعلا. خلاص حمرت البطاطس زي ما شفتي كده، وجبت الطاسة اللهلوبة بتاعتي، حطيت فيها الزيت ومعلقة سمن. ايوه اسمعي كلامي، معلقة سمن مع الزيت بتخلي بقى الفراخ ليها كده طعم لذيذ بشكل في منتهى الجمال. بس دقيقة ونص من ناحية دي ودقيقة ونص من ناحية دي، بتاخد لون وردي كده جميل قوي. والنار بتاعتك ولا تبقى عالية قوي ولا واطية خالص، نار عادية جدا متوسطة. بس كده، وطلعي بقى على شبكة علشان تبقى مقرمشة من بره، وجميلة كده مستوية من جوه، تبقى حلوة كده وفيها قرمشة كده شوية من بره. طب ما عنديش شبكة، هعمل ايه؟ هاتي الشبكة بتاعت الفرن، حطيها على صينية وطلعي عليها ولا يهمك، نفس النتيجة وهايلة في منتهى الجمال. بصي الجمال بقى، يلا ندوق بقى. اللهم صل على النبي، حلوة حلاوة مش قادرة اقولك على جمال، تحفة تحفة تحفة. بقولك لو جربتيها مش هتعملي اللي هي بعد كده. هنركن البصل بقى اللي كنا بنتبل بيه على جنب بقى شوية، خلاص كنا الاول بنتبل ببصل وبتاع، مش هنحط بصل لحد ما نزهق بقى نفضل ناكل فدي من جمالها لحد ما نزهق، نبقى نرجع بقى للبصل تاني.
يلا بقى نقول الدعاء بتاعنا بتاع سيدنا الخضر اللي بيملى بيوتنا ايه خير وبركة ورزق وستر من عند ربنا. ربنا يسترني ويستركم يا رب العالمين، ويستر كل واحدة هتدوس لي لايك وتعلق تعليق حلو ويمكن تشير كمان يا رب يا رب. بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله، بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله، بسم الله ما شاء الله ما بينا من نعمة فمن عند الله، بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم دمها علينا نعمة يا رب، واحفظها من الزوال، واسترها معانا دنيا وآخرة، وكفينا شر المرض، وكفينا شر الأذية، وكفينا شر المستخبي، وكفينا شر الوحش كله رب العالمين. وافتحها في وشنا واسترها معانا، وارزقنا برزق عيالنا، وارزقنا برهم، واكرمهم واسترهم واجبرهم، ونجح مقاصدهم، واصلح احوالهم، وفتح لهم الابواب المقفله، واجعل لهم في كل خطوه سلامه، واكتب لهم في الطيب نصيب، وكفيهم شر طريقهم، وكفيهم شر صاحب السوء، وكفيهم شر المرض، وكفيهم شر الوحش كله يا رب العالمين. اللهم امين. وصلى اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. قولوا امين يا اولاد، امين.